حبايبي متابعيني كيفكم؟ بتمنى الجميع يكون بألف صحة وخير. اليوم إن شاء الله رح نعمل لكم أطيب أكلة سكالوب ممكن تاكلوها. رح نعملها بطريقة بسيطة وكتير سهلة، وهلا تابعوا معي الفيديو لحتى نحضر مع بعض. بالنسبة للدجاج عندي هون 3 قطع صدورة مقطعين وجاهزين. أنا طبعا قطعتهم وجهزتهم مشان ما يكون الفيديو طويل. بالنسبة لتقطيع صدورة الدجاج فسهلة، ما بدها شيء، بتجيبوا الصدر وبتشرحوه من النص لحتى تطلع معكم شرحة مثل هي. انا عندي هون 3 شرحات تقريبا وزنهم 400 جرام، طبعا منقوعين بالخل والملح تقريبا 10 دقائق لحتى يصير الدجاج عندي طري، الصدر عندي طري واسهل بالتحضير. بالنسبه للمكونات اللي رح بحتاجها، هون عندي تقريبا كاسه كامله البقسماط او الكعك الناعم، هون بدي كاسه طحين، هون بدي تقريبا معلقه خل كبيره، طبعا بدي ثوم بودره، بدي بصل بودره، بدي 2 بيضه، بدي معلقه بابريكا ومعلقه زنجبيل، وبدي معلقه الزعتر البري، وبدي معلقه بهارات الماجي، طبعا بهارات الخضار. اول شيء حبايبي رح نعمل خلطه البهارات. مثل ما قلت لكم بدي معلقه الزعتر البري، بدي معلقه بهارات الخضار او بهارات الماجي، طبعا هاي بيكون فيها ملح بنسبه كبيره فلذلك نحن ما حنكتر ملح. بدي معلقه زنجبيل، طبعا كله معلقه صغيره. عندي هون البابريكا كمان بدي معلقه، وهون عندنا الثوم البودرة كمان بدنا تقريبا معلقة، والبصل البودرة كمان بدنا معلقة. طبعا رح نضيف رشة ملح بس مثل ما قلت لكم ما حنكتر لأنه بهارات الماجي فيها ملح. وهدول مثل ما هن رح نخلطهم ببعض، رح نخلطهم منيح مشان نتبل فيهم صدورة الدجاج. وهلا حبايبي هون عندي بيض عدد 2 طبعا مع صفارهم، أنا حطيتهم هون مشان أخلطهم. طبعا بنجيب شوي من البهارات اللي ساويناهم وناخذ تقريبا معلقتين، ونجيب الهاند ماكسر تبعنا وبدنا نخلط البيض مع البهارات. وهلا حبايبي بعد ما خلطنا البيض مثل ما شايفين بهذا الشكل، رح نجيب معلقه الخل اللي معنا ونحطها فوق البيض، رح نجيب صحن سميك مثل هذا او غميق مثل هذا ونحط خليط البيض داخل الصحن منشان نلك فيه الدجاج. وهون رح احط الطحين كمان بصحن، وطبعا عندي الكعك الناعم كمان رح افرده هيك على صحن. وهلا رح اجيب البهارات تبعاتي وحط معلقتين هون مع الطحين، وحط معلقتين مع الكعك الناعم. طبعا رح نخلطهم مع بعض منيح، رح نخلطهم كمان مع الطحين منيح. وهلا حبايبي الخليط صار عندي جاهز. رح اخذ شرحات الدجاج مثل ما هي، اول شيء رح لكها بالطحين مثل ما شايفين بهذا الشكل. معلش بنكتر لها شوي طحين. وهلا بعد ما اخذنا لها الطحين نعمل لها هيك نفضه بسيطه، بعدين بناخذها على خليط البيض كمان بننزلها هيك حتى تاخذ نسبه منيحه من البيض. مثل ما شايفين هيك اخذت نسبه منيحه من البيض، وبعدين بناخذها بنلكها مثل ما هي بخليط الكعك الناعم. طبعا مثل ما قلت لكم بيقولوا له كعك ناعم وبيقولوا له بقسماط. شوفوا ما احلاها صارت، وهيك تقريبا صارت عندي جاهزه. وهلا نفس العمليه لباقي الصدوره، وهي الصدر الثاني صار عندي جاهز. وهلا بنكملهم كلهم ونرجع لكم من جديد. وهلا حبايبي شرحات الدجاج صارت عندي جاهزه وصارت جاهزه للقلي. في شغله بحب اقول لكم عليها بالنسبه للدجاج. الدجاج طبعا لازم يندق، تمام؟ اذا الشرحه عندكم سميكه فلازم تدقوها، بدكم تحطوا كيس من تحت وكيس من فوق وتدقوا الدجاج لحتى يصير رقيق. انا شرحه الدجاج عندي رقيقه لهذا السبب انا ما دقيتها، بس اذا انتم شرحه الدجاج عندكم سميكه فلازم تندق. بس انا عندي رقيقه ما دقيتها، هي رقيقه، اذا انا بدي دقها فهي رح تصير رقيقه كثير ما رح تعطيني طعمه طيبه. اما انا عندي سماكتها هيك ممتازه 100%. مثل ما قلت لكم اذا عندكم سميكه فلازم تندق. وهلا بقى بنجيب الزيت عنا والمقلايه، الزيت لازم يكون حامي والزيت لازم يكون نظيف، ونحط شرحه الدجاج
وهلا بننزلها على الزيت. التحريك ما لازم تتحرك قبل 5 أو 6 دقائق بالضبط. وهلا بننزل عليها وبنسكر، وبشوفكم بالمرحلة الثانية. وهلا حبايبي بعد 5 دقائق تقريبا هلا ببلش بقلب فيهم، وبرجع برجعهم. وهلا حبايبي وجبتنا صارت جاهزة، شوفوا لي اياها ما احلاها. شايفين ما احلاها؟ لون بجنن وريحة بتجنن. وشوفوا سماكتها كيف. انا هيك سماكتها بالنسبة لي بتناسب لي. حبيت تكون ارق شوي، فمثل ما قلت لكم بامكانكم تدقوها. وهيك بكون خلصت الفيديو اليوم. اذا عجبكم يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك، وتكتبوا لنا شو كان رايكم بالتعليقات. وهلا بقول لكم صحتين وانا على قلبكم، وان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. وهلا بقول لكم سلامات.